انا يعني في التشكيله تقدر تقول انها كان فيها شويه تامين دفاعي من وجهه نظري، حمدي فتحي مع مروان مع بن رمضان، ولو ان بن رمضان بيميل للهجوم طبعا لسه بن رمضان لم ينسجم بقوه مع الفريق، لكن لمساته جيده. مروان عطيه وحمدي فتحي عاملين مباراه جيده جدا. تريزيجيه لحد ما خرج جيد باستثناء ضربه الجزاء اللي ضيعها. اسامه ابو علي جري كتير جدا جدا. ياسر ابراهيم كل مباراه بيؤكد انه حاجه عظمه. اشرف داري نفس الامر. كوكا ومحمد هاني عاملين ماتش كويس. الشناوي احد اهم نجوم المباراه خصوصا في اللحظات الحرجه الاخيره. انا شايف الشناوي انقذ 3 اهداف، انقذ 3 اهداف محققه لو دخلت ما لامه احد. استعاد كل فورمته الحقيقه في هذا اللقاء وقدم لقاء رائعا. لكن طبعا لازم اكون زعلان ولازم كمان اتكلم بامانه شديده جدا انه يعني ماتش في ايدك، ماتش سهل، وبعدين برضو كالعاده بنتراجع الشوط الثاني مش عارف ليه. يعني احنا نازلين واحنا راكبين المباراه بلغه كره القدم، ليه يعني ليه بتبطئ الكوره؟ مش عارف، يعني انا مش فاهم. يعني امر عجيب جدا. التغييرات ما عجبتنيش قوي. يعني ما حسين الشحات في اخر الماتش، في اخر كره في الماتش، كره مرتده وكل فرقه انتر ميامي قدام، وحسين الشحات دخل ال 18 وعلى شماله 2 لعيبه او 3 لعيبه يلعبها لوحده يبقى منفرد هو والجول. الشحات لا شاط ولا باص ولا عرض ولا عمل حاجه خالص، ولا عمل حاجه خالص، وراح متكعبل في الكره وراح واقع، مع انه اول ما نزل كان كويس. طاهر ما عرفش يدخل في الجيم، جراديشار ما عرفش يدخل في الجيم. فاحيانا التغيير بيبقى ملوش لازمه.